احنا حطينا 3 فيديوهات على اليوتيوب. الفيديو الاولاني جايبين الشغل بالالتراسونيك ريبيرنج سيستم، وده خاص بعلاج الشعر بالبروتين، وجبنا بعدين غسيل. والفيديو التاني جبنا الشعرايه بعد ما غسلناها بالبي اتش ونشفناها، وبعد كده جبنا برضو واحنا بنغسل. المره دي حبيت ان انا اجيب بعد ما احط الماده والناس تشوف الشعر وهو مبلول، علشان لما بنزل الفيديو وبجيب شعر الزبونه او العميله وهو شعر مغسول يقولك طب ما الشعر فيه ميه، ما ممكن يكون مبلول ولا حاجه. لا، انا حبيت ان انا اجيب بعد ما وزعنا الماده وشربناها، يمكن الشعريه اللي قدامنا دي فيها حاجه غريبه قوي. الشعريه ديت من كتر الاستخدام بتاع المكوى صاحبتها بتعملها كتير، وده بديهي لان الشعرايه مش مفروضه بالنسبه لها او شكلها مش مناسب بالنسبه لها. فشايفين احنا الجزء ده كله كده مشدود من كتر المكوى. الجزء دوت اساسا يا جماعه ناشف قوي قوي قوي. انا طبعا ما اقدرش اقول البروتين هيعمل فيه ايه، لكن هي صاحبته اللي هتقول مش انا اللي هقول. بعد ما تخلص وتعمل، لانها اكتر واحده هتحس بشعرها. انا بس حبيت ان انا اجيب الشعرايه وهي مبلوله، عشان لما نغسل الشعرايه ونقوم العميله زي ما متعودين في الفيديوهات بتاعتنا وتبان الشعرايه مفروده، ما حدش يقول لا ده بيغالط بقى، ده الشعرايه اساسا وهي مبلوله بتبقى مفروده قوي والكلام دوت. انا احب اكون امين جدا في اللي انا بعمله، الناس تشوف الفرق ما بين الشعرايه قبل وما بين بعد. وعلى فكره يا جماعه صدقوني، انا لما باجي بسوق للبروتين بتاعي بسوقه على انه تريتمنت، ما بسوقهوش على انه فرد، لان انا ما بفردش. الفرد دوت يعني انا بعتبره اوبشن زياده بيبقى مع البروتين، اوبشن زياده، لكن انا ما بفردش. انا بعمل تريتمنت للشعرايه، بعمل ريبيلدينج للشعرايه، وده زي ما قلت قبل كده هي حاجه اسمها اكسترا او اكسترنال تريتمنت. انا اسف المصطلحات خليكي شويه. هنشوف الشعر بعد الغسيل ان شاء الله، ونشوف الدنيا ايه هتبقى ماشيه ازاي مع نوعيه الشعرايه ديت، وان شاء الله الشغل يعجبكم.